الاجره بكام في العادي؟ امبارح كانت بكام؟ كانت بجنيه وبجنيه ونص. تمام. النهارده رحت تمون او اشتغلت عملت ايه؟ ولا اي حاجه، ولا معايا جنيه. لما اجي اغير زيت الصيانه في السوراتي، فاهمني انت، بعطل عربيه هجيب منين؟ تحب تقول ايه للحكومه يا حاج؟ يا عم اقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. ما انا بكلمك الصح بقى، هي حبسه وحبسه. فاهمني انت، اصل انا حرام عليا لا مؤاخذه بالكلمه، لما انا اروح بيتي معايا بنت بجامعه ومعايا عيل في ثانويه عامه ما الاقيش اكلهم، يبقى حرام عليا. هيعمل ايه في الشعب المصري اكتر من اللي هو معمول فيه؟ ماشي. النهارده حالات الطلاق كترت بسبب ان مفيش حد عارف يدفع الايجار بتاع المساكن. يعني كل واحد ما ياخد شقه سنه ولا سنتين يطلق مراته ويرميها في الشارع عند اهلها عشان خاطر مش قادر يدفع الايجار. هنوصل لغايه فين؟ احنا رايحين فين بالظبط؟ عرفونا يا جماعه، حرام عليكم اتقوا الله فينا. انت ممون النهارده قد ايه؟ 2 رتل، لان 2 معايا لتر بس؟ 20 جنيه. انا معايا 20 جنيه، 2 رتل. حولت 2 رتل ب 10 جنيه ومعايا 10 جنيه في جيبي. طب وال 2 لتر دول المفروض يمشوك قد ايه؟ ما يمشونيش من هنا لحد امبابه حضرتك. وده اللي كنت بتمونه قبل كده؟ لا طبعا، انا ال 10 جنيه دول كانوا بيكفوني اسبوع او 10 ايام الاول، قبل ما يجي النظام بتاعنا اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. ده يرضي ربنا؟ طب تحب تقول ايه للحكومه اقول لهم منكم لله، منكم لله، بس هي كده كده جايه لكم قريب. يعني حاجه بوزيت يعني من اللي عندك في العيد الحاجه كانت نار مولعه. فاهمني؟ الزيت، الانبوبه انا جايبها امبارح ب 35 جنيه من عندنا من اوسيم. جايبها من اوسيم عندنا في طريق البراجيل ب 35 جنيه. رسمي بقت ب 30 جنيه. لا ب 35 امبارح جايبها. هيبقى في فرق في الريتل 130 قرش. يعني معدل الصفيحه 26 قرش. 26 جنيه. 26 جنيه. طب انت شايف ان الزياده ديت يعني شايفها ازاي؟ الزبون اولا هيخف عن التاكس خالص. هو الزياده كانت متوقعه بس مش النهارده، كان هم فاكرين من 1/7 او حاجه زي كده يعني. فكله اتفاجئ، يعني حتى احنا اتفاجئنا، احنا ما كناش نعرف. يعني المفروض دايما البنزين لما بيغلى الساعه 12 بالليل بيوم جديد بكده، لكن النهارده الصبح الساعه 8 بصينا لقيت في محطات بتبيع بالسعر الجديد ومحطات بتبيع بالسعر القديم كده، فاحنا متلخبطين ما عرفناش لحد ما امنا نفسنا مع التموين وبتاع، وفعلا اتضح ان في زياده فعلا حقيقيه، وابتدينا نبيع بالسعر الجديد. بيقول لك جنيه ونص زياده في الرطل. الانبوبه اللي كان ب 30 جنيه بقت ب 50 جنيه. بحب اقول للسيد رئيس مجلس الوزراء والساده القائمين على العمل السياسي في الدوله، اطحنوا الغني زي ما انتم عايزين، اما محدود الدخل او معدوم الدخل بمعنى اصح ما تجوش ناحيته نهائي، زي رئيس مبارك ما كان بيعمل بالظبط. بطلب بس من سياده الرئيس ان زي ما انت غليت واحنا عارفين الحاله الاقتصاديه للبلد وكل حاجه، يا ريت تفعل جهاز الرقابه الاداريه. احنا ما بنقولش حاجه، ماشي الدنيا كلها بايظه وعارفين الاقتصاد بايظ وعارفين كل حاجه، بس فعل الرقابه الاداريه.